مساء الفل. ايقاف القيد لنادي الزمالك للمره اللي مش عارف كام، المليون تقريبا، بسبب مستحقات خالد بوطيب ومستحقات باتشيكو. طيب مبدئيا كده يا عم، احنا عارفين كلنا ان السبب في مشكله خالد بوطيب هو مرتضى منصور ومجلسه، ما اختلفناش وقلنا فيه ما قاله مالك في الخمر. خلاص هو مشى غار في 60 داهيه، خلصنا خلاص. بقى انت عملت ايه؟ رقم واحد، سيادتك للمره المليون بنقولها برضو، قايل من قبل ما توصل انك عارف كل مشاكل الزمالك، عارف كل الديون اللي على الزمالك، عارف كل المستحقات اللي على الزمالك، ومستعد للتعامل معاها، وشكلت لجان تنمية ولجان رجال اعمال ولجان انقاذ، وعارف انت هتعمل ايه. ده رقم واحد، عشان ما تجيش تقول لي اصل دي مش بتاعتي، دي بتاعت مرتضى، ما عارفين ان هي بتاعت مرتضى. رقم اتنين، سيادتك توصلت مع خالد بوطيب لاتفاق السنة اللي فاتت، وعلى إثر هذا الاتفاق الراجل تنازل عن مستحقاته، وعملت معاه جدولة بإن والله هدفع لك الفلوس الفلانية في وقت كذا، والفلوس اللي باقية في يناير 2025. جيت في يناير 25 ما اديتش للراجل حاجة. شهر 2 3 4 الراجل قدم فيك شكوى تاني بإنه والله الجدولة اللي احنا اتفقنا عليها لم يتم تنفيذها، وبالتالي اتوقف قيدك تاني. طيب سيبك بقى من قصة خالد بوطيب نفسه، لكن انت اساسا عندك مشاكل بالجملة مع اللاعبين الاجانب والمدربين الاجانب، والناس كلها بقت عارفة كده. وبنحاول، او المفروض ان انت تحاول انك بتحسن من سمعتك ديت من خلال ان انت اصبحت ملتزم بتعاقداتك وخلافه، فتقوم تزود الطين بله وتسوق سمعتك اكتر، وتخلي حتى لما يكون عندك مشكلة ما بينك وما بين لاعب او مدرب واخد عليك حكم، لو رحت انت بعد كده قلت له معلش انا اسف ممكن نجدولها، هيرفض طبعا. لانه لما هيجي هيسال، او محاميه هيسال، او وكيله هيسال، هيعرف ان انت اتفقت بدل المره اتفقت مع بوطيب وما نفذتش اتفاقك، اتفقت مع تشيمبونج قبل كده وما نفذتش اتفاقك. فليه بعد كده اي مدرب او لاعب كان عنده معاك مشكله واخد عليك حكم وليه فلوس عندك يوافق ان هو يجدول مستحقاتك؟ اما قصه باتشيكا دي فانت المسؤول عنها، فدي بقى مش هتعرف تتملص منها، مش هتعرف تقول لي اصل دي مشكله مرتضى منصور. فكابتن حسين، انا اسف يعني، انا اسف، انت فاشل، انت فاشل في كل حاجه بتعملها. وهل يا ترى القصه دي اتثابت عشان يتوقف قيدنا فنيجي سايبين الامر لغايه قبل موسم الانتقالات ما يفتح الجديد؟ فبدل ما الجمهور بيطالبك بانك تجيب صفقات بقى وتعدل القايمه وبتاع، يبقى اخر املنا ان يا دوب نفتح باب القيد ونجيب لنا بقى اي حد وخلاص. دي الخطه يعني ولا ايه؟ وبدل ما انت بتحاول توفر الفلوس اللي هي مش موجوده اصلا عشان تشتري لك لاعب ولا اتنين في الخط الهجومي اللي ما فيهوش حد، لا بقينا مطالبين بانك تدفع مليون دولار مره واحده لخالد بوطيب. فادي مليون دولار بدل ما كانت هتروح مثلا في لاعب اجنبي، لا راحت لخالد بوطيب، شكرا. فانا مش عارف اخرتها ايه معاكم الصراحه، وانا مش متوقع اي خير منكم. يعني كل الكلام اللي طالع دلوقتي عن ديريك كوتيسا اللي هو اللعيب السويسري اللي بيلعب في سيرفيت السويسري، او عادل بولبينا الجزائري، او حتى اللعيبه المصريين اللي هو زي مصطفى فتحي ورمضان صبحي ومصطفى محمد ده حتى محمد شريف نفسه. انا تسالني عن توقعي، انا متوقع ان احنا ما نجيبش ولا لاعب من اللعيبه اللي اتقالت دي، والموسم هيخلص وهينتهي على 3 4 لعيبه من نوعيه الجفالي وبتاع. اخرك يعني، اخرك ان الحظ يخدمك في لاعب زي صلاح مصدق مثلا، ده اخرك. لكن تقول لي الزمالك هيجيب فرود كبير، هيجيب جناح يمين وجناح شمال عليهم القيمه، لا مش هيحصل، مش هيحصل. ويا رب يخيب ظني، لكن الحقيقه كل المؤشرات بتقول ان المجلس ده مستمر في الفشل في كل الملفات.